مساء الخير يا اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال دايما يا رب. هنبدأ مع بعض فيديو جديد النهاردة، اتمنى من الله يعجبكم. بس لو انتوا اول مرة تشوفوني او لسه مش مشتركين في القناة، يلا بسرعة روحوا اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة انزلوا دوسولي لايك. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. الفيديو بتاعي النهاردة بخاطب الامهات الصغننة اللي لسه متجوزين ويا دوبك معاهم اول بيبي ومش عارفين يتعاملوا معاه ازاي. طبعا من واقع تجربة شخصية، يعني مش خبرة قوي، بس الحمد لله عندي شوية معلومات ممكن ان انا اقدر افيدك بيها في الفيديو النهاردة. طبعا انت كمامة جديدة بتسألي نفسك طول الوقت، هو ليه البيبي معايا بيعيط طول الوقت برغم ان انا عامله له كل حاجة ممكن تتعمل؟ يعني انا بقى ساعات بلعب اراجوز قدامه علشان خاطر ممكن تتعمل. فايه الاسباب اللي بتخليه يعيط؟ ماما كانت دايما زمان كده تقول لي مش زمان قوي، يعني من حوالي 3 سنين، كانت دايما تقول لي ايه: سيبي الطفل يعيط، مفيش مشكله، سيبيه يعيط. لما كنت مثلا الاقيه يعيط وانا قاعده باكل مثلا او بعمل حاجه، تقعد تقول لي سيبيه يعيط، معدته توسع. انا مش عارفه هي دي هل معلومه صحيحه فعلا معدته توسع ولا لا، بس انا اظن او اعتقد ان هي معلومه خاطئه ومش صح خالص. مثلا ان هو عايز يرضع، جعان مثلا، او ان هو محتاج ينام، او هو في حاجة وجعاه في بطنه مثلا، واغلبية الوقت بيكون بطنه هي اللي وجعاه، وعلشان كده لازم يكون عندك دواء للمغص، الدكتور بتاع البيبي يكون كاتبهولك للزوم. الطفل اول ما هتلاقيه كده بيبدأ يتشنج برجله ويفرك كده ويخبط، بيحك رجله في بعضها كده او بيخبط رجله في بعضها، اعرفي ان بطنه بتكون وجعاه او في غازات عايز يطلعها وهو مش عارف، فلازم في الوقت ده تديله دواء المغص. طبعا في كذا حركة، لو هو مثلا جعان هتلاقيه قافل ايده قوي كده، ايده الاتنين قافل ايده الاتنين، واول ما هتلاقيه شبع معاكي هتلاقيه رخى ايده خالص، فمعنى ذلك ان هو كان جعان وبيعيط علشان عايز يرضع. تمام. في بعضين ممكن يكون بيعيط بسبب انه عامل بيبي ومحتاج يغير الحفاضة بتاعته، فهتلاقيه برضو بيفضل يعيط معاكي، ولو عايز ينام مش هينام والا ما يكون مرتاح ونضيف كده، لان الاطفال بتحس بالحاجات دي قوي. فلو مش مغير او مثلا انت متاخره عليه في حاجه، هيفضل يعيط معاكي لحد ما تبداي تغيري له وينام وهو مرتاح وهادي. الطفل برضو لو عايز ينام مش هتلاقيه ممكن ينام منه كده لنفسه وهو في مكانه، لا، بيبقى محتاجك مثلا انه هو يحس ان انت جنبه، تطبطبي عليه وتاخديه في حضنك كده وتضميه. محتاج يحس بامان، لانه طبعا بيبقى عارف صوتك وعارف نفسك وعارف، يعني بيبقى مميزك ان انت امه، لان طبعا هو حاسس بيكي من هو في بطنك. فطبعا اي حركة انت بتعمليها بره، سواء بتحضنيه او بتضميه او بتمسكي ايده مثلا، الكلام ده كله بيحسسه بالامان، ولو عايز ينام هينام في حضنك. انا افتكر ايام ابني كده، يعني ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويبارك في اولادنا جميعا. ما كنتش بصراحة بنام على ظهري خالص خالص، انا كنت بنام قاعدة كده، ساندة ظهري على المخدة ونايمة قاعدة، اللي هو في وضع الجلوس، اللي هو نايم هو دايما طول الوقت هنا وراسه على نفسي، راسه محطوطة هنا على صدري. فهي دي اللي كانت الحاجة الوحيدة اللي بتقدر تريحه وتنام. ولو نزلته ونيمته جنبي وبدأت افرد ظهري وانام جنبه، بيقوم ويعيط في 5 دقايق وما بيكملهمش اصلا. فالحركة دي كانت في الشهور الاولى كانت بتريحه جدا جدا جدا. كمان الفترة بتاعة النوم، كان هو مثلا بيحب ينام طول النهار، اللي هو الجو بتاعنا اللي احنا عايشين فيه، ومهيأ لنفسه ان هو يفضل صاحي طول الليل ويعيط وعايز يرضع وعايز يعمل كل حاجة الوقت اللي احنا بننام فيه. فحاولت على قد ما اقدر ان انا يعني هو يا دوبك كمل كام شهر كده، 4 شهور ولا حاجة، والحمد لله بدأ يظبط نومه معايا. ان انا بدأت بالليل اهيأ له الجو، ان انا مثلا اوطي الاضاءة شوية، اخلي الدنيا هادية، اشغل قرآن جنبه او آية قرآنية. ولازم على فكرة وهو نايم جنبك تكوني حاطة فوق راسه مصحف صغير كده علشان ربنا يحفظه ويبارك فيه ان شاء الله. برضو انا ابني كان من النوع اللي هو بيحب ينام على بطنه. لو كنت قلبته على ظهره ما كانش بيعرف ينام، كان بيفضل يعيط. اول ما انيمه على بطنه كان بيرتاح. النوم على بطنه لو في اي وجع او في اي حاجة، بيقدر مع الدواء بيقدر ان هي تريحه الوضعية دي، ان هو يقدر يبقى نايم في هدوء.
طبعا في اطفال عادي بتنام على ظهرها عادي، بس انا بتكلم ان لو طول الوقت بتلاقيه بيعيط مثلا او بطنه وجعاه او حاجه، حاولي انك تنيميه على بطنه، وهو ان شاء الله هيرتاح معاكي مع الدواء وهيبقى كويس باذن الله. فحاولي ان هو ما يتعودش على الشيل من اول يوم معاكي. حتى مثلا لو اي حد هيجي يقعد معاكي في الاوقات اللي هو بيبقى فيها في اول شهور معاكي يعني وكده، حاولي ان هو برضو الشخص اللي هيبقى مرافق معاكي ده ما يحاولش ان هو يشيله، علشان انت اللي هتتعبي بعد كده. اه والله انت اللي هتتعبي. اللبن الطبيعي بتاع الام افيد مليون مرة للبيبي من اللبن بتاع الصيدلية او اللبن اللي بيكون في الصحة اللي هو البودرة الصناعي ده. تمام. فحاولي على قد ما تقدري، لو انت بترضعي مثلا بيرضع صناعي ولا حاجة، حاولي مثلا يكون في اليوم رضعتين ثلاثة طبيعي. مهم جدا جدا ان هو في اول 6 شهور غالبا جسمه بيبقى محتاج اللبن ده قوي، ومحتاج الفايدة اللي موجودة جوه اللبن. فعلى قد ما تقدري حاولي تعملي كده، لانه هيبقى مهم ليه قوي ولصحته ولعظمه. حاولي برضو ما تهمليش او تفوتي يوم من غير ما تدي الفيدروب بتاعه. الفيدروب ده اللي هيخلي عظمه يبقى كويس وهيخلي صحته تبقى كويسة، لان ده يعتبر فيتامين د. ولو عرفتي تعرضي الطفل في اليوم كده للشمس بتاعت الصبح بتاعت ربنا دي، ده فيتامين د طبيعي، حاجة كويسة جدا جدا في صالح الطفل، هتخليه ينمو بشكل طبيعي وينمو بطريقة صحية. في برضو معلومة مهمة جدا جدا، لو انت عايزة تبدأي تعلمي ابنك من صغره البوتي ومهتمية قوي لو انت مثلا عايزاه يتعلم البوتي على طول، حاولي من اول مثلا 10 11 شهر، اول ما هيتم سنة مثلا، سنة بكتير قوي، ان هو يبدأ يتعلم. هتبدأي تقعديه حتى لو مش عارف يسند نفسه، هو مش هيبقى فاهم اي حاجة خالص، انت اللي هتبدأي تعوديه. هو الطفل مع من صغره مش هيبقى خايف زي وهو كبير، هيبدأ يخاف من البوتي ان هو يقعد فيها. فحاولي ان كل ما هيبقى سنه صغير وهو في الاول لسه، كل ما هيتعلم اسرع ومش هيتعبك. هيتعبك في البدايه ان انت مثلا هتسنديه، هتبقي عارفه مواعيد البيبي بتاعه، وتبداي ان انت تقعديه على البوتي علشان يبقى فاهم بعد كده ان هي دي المكان اللي بيعمل فيها. بعد كده هيبدأ يروح يجيبها ويجي، او هيبدأ يروح للمكان اللي انت حاطاه فيها ويبدأ يقعد ويعمل فيها، لان خلاص هيبقى بقى عقله واخد ان دي المكان اللي بنعمل فيها كذا. دي حاجة. الحاجة التانية برضو مهمة قوي قوي، انك ما تحاوليش ان انت تجيبي بيبي تاني او تفكري انك تجيبي بيبي تاني الا لما ابنك او بنتك الاولاني، البيبي الاولاني يعني، يبدأ ان هو يتعلم البوتي لوحده، يبدأ يمشي لوحده وما يتشالش وهو ماشي في الشارع، عشان هتتبهدلي وهيداس على كرامتك. هتتبهدلي وهيداس على كرامتك. يبدأ ان هو مثلا ياكل لوحده، يبدأ يعتمد على نفسه في كل حاجة، ينام لوحده في السرير بتاعه. فكل دي اول ما هتلاقي العلامات دي موجودة في طفلك، ابدأي ان انت فكري في خلفة تاني. قبل كده اوعي تعملي في نفسك كده، صحتك هتتدمر، نفسيتك هتتعب، كل حاجة حرفيا. ده غير البامبرز اللي هتجيبيه، بدل لواحد هتبدأي تجيبي الاتنين. فليه نصبر شوية لحد ما البيبي الاولاني يشد حيله كده ونفسه، على الاقل لما ربنا يكرمنا بيبي تاني نقدر ان احنا الاولاني ده يقدر يبقى فاهم وواعي، يشيل معايا، يساعد معايا، يناول معايا، ما بقاش شايله الاتنين لوحدي. كده انا خلصت معاكم الفيديو بتاعي، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بس السبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لي لايك ليه. مع السلامه.